مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على الاستبيان الرقمي تنجم تتصل بها. البداية باش تكون بأخبار كأس تونس لكرة القدم. نهاية الأسبوع وتحديدا نهار الأحد باش تتلعب الدفعة الأولى لمقابلات الدور الربع النهائي. في البرنامج ماضي ساعة ونصف في ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي النادي الأفريقي يحل ضيف على الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة. في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الملعب التونسي يواجه النجم المتلوي. وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي صفاقسي يستضيف الأولمبي البيجي. المقابلة هذه كان حكى عليها مدرب فريق عاصمة السكر طارق جراية، وها شنو قال. غدوة نلعب ضد صفاقس، عندي ماتش كوب يتربح. ماتش كوب لازم ان توكا عندنا اوبجيكتيف واحد هو الكاليفيكاسيون. كان جات ان شاء الله بتجي، كان ما جاتش وكان نادي صفاقسي كان افضل منا على الميدان ويسحق باش نقولوا له برافو. هذا باش تدور اخر مقابله في الدور ربع النهائي نهار الاحد 5 مارس على ارضيه ملعب حمدي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي. نواصلوا في كره القدم. المنتخب الوطني الاواسط يخوض اليوم مواجهه مهمه برشا في الجوله الثانيه من دور مجموعات كاس افريقيا ضد البنين. المباراه باش تنطلق مع ماضي 3 تنجموا تشاهدوها على قناه بين سبور 2 وباش تدور على ارضيه ملعب حرس الحدود بعد تشكي منتخبات المجموعه الثالثه من عشب ارضيه ملعب الاسكندريه. منتخبنا اليوم باش يكون مدعوم بثنائي محمد الضاوي كريستو اللي استأنف التدريبات مع المجموعه وعاد من الاصابه، ومحمود غربال اللي اصبح مؤهل لخوض المقابلات بعد انتهاء عقوبته. الناخب الوطني عادل السليمي كان حكى مع الموقع الرسمي للجامعه على مباراه اليوم، وها شنو قال. منتخب البنين منتخب جيد شاهدناه عنده كيب، لكن احنا مطالبين بردة فعل، مطالبين بالانتصار. نشوفوا اللي منتخبات كلها متقاربه في المستوى، وهذا اللي يخلينا لازم نرفع من مستوانا فرديا وجماعيا، خصوصا مع تغيير ارضيه الملعب. مع تغيير الملعب احنا كنا تشكينا من ارضيه الملعب، كانت سيئه جدا. ان شاء الله الارضيه في الملعب الجديد تكون في مستوى يليق بكاس افريقيا وتعطي فرصه للجميع بنفس المستوى. ان شاء الله احنا بغض النظر على ارضيه الملعب لازمنا نكونوا حاضرين في كل النواحي ان شاء الله. نبقاو في كرة القدم. الاتحاد الرياضي بتطاوين اصدر بلاغ مفيه من خلاله كل تهم التدليس اللي وجهتها ضد هيئة هلال الشابة في الفترة الأخيرة. وأكد الاتحاد في بلاغه أنه باش يلجأ للقضاء للدفاع على حقوقه، وأنه قرر رفع قضية جزائية ضد كل من رئيس هلال الشابة توفيق المكشر وكل من الصحفي صاحبي بكار، العربي سنيقرية، قناة تونسنا، والحارس علي القلعي الغائب عن تمارين الفريق منذ أكثر من 10 أيام. من جهته هلال الشابة عكس الهجوم وأصدر بلاغ أكد من خلاله أنه لا يتحرك من أجل معركة خاسرة، وأكد أنه عنده حجج وبراهين قوية على ثبوت تدليس في ملف زوز ملاعبية من الاتحاد الرياضي بتطاوين. وأشار بلاغ الشابة أنه الفريق لا يبني أحكامه على فرضيات أو على أوهام، واعتبر أنه التدليس ثابت بالوقائع الدامغة وبالشواهد الثابتة وبالأسماء. اليوم تنطلق منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة الأبطال الأفريقية. في البرنامج ماضي ساعتين مقابلة تهم الترجي الرياضي التونسي في المجموعة الرابعة. المريخ السوداني يواجه شباب بالوزداد في ملعب شهداء بنينة بليبيا. لحساب المجموعة الثانية 5 متاع العشية القطن الكاميروني يستضيف الهلال السوداني. مباراة السهرة 8 متاع الليل لحساب المجموعة الأولى الوداد المغربي يستقبل بيترو أتليتيكو الأنغولي. مباريات رابطة الأبطال الأفريقية اليوم باش تكون منقولة على قناة بين سبور 4. ممثل كرة القدم التونسية في رابطة الأبطال الأفريقية الترجي الرياضي التونسي باش يخوض غدوة السبت مواجهة مهمة لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد الزمالك المصري. المقابلة باش تتلعب مع 5 متاع العشية على أرضية ملعب حمدي العقربي برادس. اليوم 9 متاع الصباح انطلقت عملية بيع التذاكر وباش تتواصل حتى 5 متاع العشية اليوم وغدوة في شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه. أسعار التذاكر بالنسبة للبيلوز 20 دينار، المدارج السفلية 40 دينار والمدارج العلوية 60 دينار. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ اليوم الصباح بخصوص الحضور الجماهيري خلال المقابلة هذه، وأشارت خلاله إلى أنها تلقت مساء الأربعاء 22 فبراير مكتوب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد فيه أنه تقرر السماح باستغلال المدارج السفلى للمنعرج الجنوبي لملعب رادس وفتحها أمام الجماهير. وفي المقابل باش يتواصل منع استغلال مدارج المنعرجات العليا والشمالية إلى حين استيفاء كل الشروط ورفع كل الإخلالات المضبوطة سلفا في خصوص تركيز الكراسي. بالنسبة لبقية مقابلات في الشامبيونز ليج غدوة ماضي ساعتين فيتا كلوب الكونغولي يستضيف شبيبة القبيل الجزائري. 5 متاع العشية سيمبا تنزاني حل ضيف على فايبرز الأوغندي.
الساحلي. وفي السهرة 8 متاع الليل الرجاء المغربي يستضيف حورية كوناكري الغيني. وفي نفس التوقيت مباراة القمة باش تجمع بين الأهلي المصري وميلودي سان داونز الجنوب إفريقي. ممثل كرة القدم التونسية في كأس الكاف الاتحاد المونستيري باش يخوض مقابلة قوية نهار الأحد 26 فيفري ضد تي بي مازيمبي في لوبومباتشي. المقابلة باش تنطلق ماضي ساعتين بتوقيت تونس، والمجموعة شهدت عودة الثنائي هشام بكار وعلاء الدين الدريدي في حين يتواصل غياب إدريس المحيرسي. نحكيو باسكيت. المنتخب الوطني أكابر يفتتح اليوم الجمعة مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواجهة نظيره المصري في مصر بالذات. المقابلة باش تنطلق مع 6 متاع العشية بتوقيت تونس وباش تتلعب على أرضية قاعة الشاطبي بالإسكندرية. ذكروا اللي منتخبنا يحتل المركز الرابع في التصفيات برصيد 14 نقطة، أمام السنغال الثالث ب 15 نقطة، مصر في المرتبة الثانية ب 16 نقطة، ومنتخب جنوب السودان في الصدارة ب 17 نقطة. من كرة السلة نمشيو لكرة اليد، حيث منح الاتحاد العربي للعبة شرف تنظيم فعاليات النسخة الخامسة للبطولة العربية للشباب المنتخبات مواليد 2002 لتونس. هذا باش تحتضن بلادنا التظاهرة هذه من 9 إلى 16 أفريل المقبل. نختموا الروبريك متاعنا بكرة القدم الأوروبية. البارح في الأوروبا ليج جوفنتوس الإيطالي تأهل إلى دور ثمن النهائي بعد ما انتصر خارج قواعده على نونت بنتيجة 3-0. نجم المنتخب الأرجنتيني دي ماريا سجل ثلاثية اليوبي في دقائق 25 و 78. ومانشستر يونايتد ترشح بدوره ثمن النهائي وأزاح برشلونة من الأوروبا ليج بعد ما انتصر عليه بنتيجة 2-1. ليفاندوفسكي كان افتتح النتيجة للبارسا في دقيقة 18 من ضربة جزاء. من بعد رجع مانشستر يونايتد في المقابلة وسجل هدفين حملوا توقيع فريد في دقيقة 47 وأنتوني في دقيقة 73. أبرز المقابلات الأوروبية نهاية الأسبوع غدوة السبت في الليغا الإسبانية مع 6:30 ديربي مدريد بين الريال والأتليتيكو. ونهار الأحد في البريمير ليج مباراة القمة ماضي 2:30 ساعة باش تجمع بين توتنهام وتشيلسي. في البوندسليغا 5:30 يونيون برلين فريق لاعبنا الدولي عيسى العيدوني حل ضيف على بايرن ميونخ. في الدوري الفرنسي 9 غير بعد ديربي فرنسا بين أولمبيك مارسيي والبي اس جي. وفي الكالتشو الإيطالي في نفس التوقيت كذلك الميلان يستضيف أتلانتا. كان معكم حمزة بن خليفة في بريف سبور. أكثر أخبار تلقاهم على سيتنا tunisianumerique.com. لايك وبارتاج باش توصل لكم أكثر أخبار. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي الناس الكل.